بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي مجددا في قناة كنوز الصحة في سلسلة السحور الصحي. فإذا كنتم تبحثون عن سحور سريع التحضير غني بالعناصر الغذائية ويمنحكم طاقة تدوم طوال اليوم، فهذه سلطة الطبقات في العلب الزجاجية هي الخيار المثالي، مجهزة مسبقا بنكهات متجانسة وتساعدك على الصيام دون الشعور بالجوع والعطش. اليوم سنجهز 3 علب زجاجية متساوية بنفس المكونات لضمان وجبات جاهزة ومتوازنة طوال أيام السحور. فجهزوا علبكم واستعدوا للاستمتاع بسحور يشبعكم ويريحكم خلال الصيام. أول ما نقوم به هو وضع التتبيلة في كل علبة. نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون مع رشة من الملح. هذه الطريقة تحافظ على قوام الخضار وتمنعها من الذبول. وعند وقت السحور يكفي رج العلبة جيدا لامتزاج النكهات قبل التفريغ في طبق التقديم. نضيف طبقة من الحمص المسلوق فوق التتبيلة. هذه الخطوة تضمن الحفاظ على القوام الصحيح للسلطة، كما أن الحمص غني بالبروتين النباتي مما يساعد في الشبع لساعات طويلة. نضيف الطماطم الصغيرة بالتساوي في كل العلب، فالطماطم مليئة بالسوائل الطبيعية ومضادات الأكسدة مما يساعد في ترطيب الجسم والتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام. نوزع مكعبات الأفوكادو الطازجة، فالأفوكادو يمنح قواما كريميا رائعا ويحتوي على دهون صحية مفيدة للقلب وتساعد في الحفاظ على طاقة مستمرة. نضيف شرائح الفيجل المقرمشة، فالفيجل غني بالألياف والماء مما يساعد على تعزيز الهضم وإضافة نكهة منعشة للسلطة. نرش القليل من القزبر والمعدنوس المفروم، فهذه الأعشاب العطرية تضيف نكهة رائعة وتعزز القيمة الغذائية بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن الأساسية. نضيف قطع الجبن الطبيعي، فالجبن مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم مما يعزز الإحساس بالشبع ويدعم صحة العظام. وإذا كنت تبحثين عن بدائل صحية واقتصادية للجبن، إليك بعض الخيارات الرائعة. الجبن الطبيعي من ماركة سومام يمكنك استخدامه كبديل للجبن الكريمي. الأفوكادو المهروس يمنح قواما كريميا رائعا. الحمص المهروس خيار مشبع ولذيذ. البيض المسلوق والمبشور بديل رائع للجبن المبشور. نوزع شرائح البصل الرقيقة. البصل غني بمضادات الأكسدة التي تدعم المناعة، كما يضيف نكهة مميزة ومتوازنة للسلطة. نضيف أخيرا البرغل المطبوخ والمبرد جيدا. البرغل مصدر رائع للألياف مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة ويحافظ على استقرار مستويات الطاقة. نضع أوراق الخس الطازجة على الوجه. وضع الخس في الأعلى يحافظ على قرمشته وطراوته حتى وقت الأكل، مما يضمن سلطة متوازنة ومنعشة. وأخيرا حان وقت التقديم. عند وقت السحور كل ما عليك هو رج العلبة جيدا حتى تمتزج التتبيلة مع جميع المكونات، ثم تفريغ السلطة في طبق التقديم والاستمتاع بنكهاتها المنعشة وقوامها المتوازن. يمكنك تجهيز عدة علب مسبقا لضمان سحور سريع ومريح طوال الأسبوع. واستخدمي علب زجاجية محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارة المكونات. وهكذا نحصل على 3 علب زجاجية من سلطة الطبقات المتكاملة، مليئة بالنكهات، سهلة التحضير ومثالية لسحور يمنحك طاقة تدوم طوال اليوم. إذا أعجبتكم هذه الفكرة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك ليصلكم المزيد من وصفات السحور الصحية واللذيذة. هل جربتم من قبل سلطات الطبقات؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. سلام.